واش عرف شكون الطير الوحيد اللي كيهاجم النسر؟ ماشي شي طير قوي، بالعكس هذا واحد الطير صغير بزاف ولكن غدار. بغيت تعرف كيفاش كيواجه النسر؟ اسمعني مزيان. الطير الوحيد اللي كيهاجم النسر هو الغراب. كيجي كيركب ليه فوق ظهرو، كينقب ليه في رقبتو، كيبرزطو، كيعنكشو بزاف، ما كيخليش يتوازن. اسهل حاجه يقدر يدير النسر هو انه يرد عليه ويضربو ويقدر يقتل كاع الغرب، ولكن ما كيديرهاش، ما كيدير معاه حتى شي رده فعل، ما كيتجادلش معاه وما كيتقاتلش معاه نهائيا، حيت هو عارف شنو كاين. اقل حاجه يقدر يدير هو انه يبدا يطير 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 في اعالي السماء. كل ما كيعلى الاكسجين بدا كينقص. النسر متعود على انه يطير في ديك المسافات العاليه، ولكن الغراب لا. فواحد اللحظه الغراب بدا كيطيح، ما بقاش قادر يتنفس نهائيا، وكذا النسر تخلص منه بلا ما يلبسو وبلا ما يضيع طاقته عليه نهائيا. وهذا مثال ديال النسر والغراب كينطبق على طبيعه الحال. الدنيا ديالنا فيها بزاف ديال الغراب كيحاولوا يركبوا لك فوق ظهرك وينقبوك ويطفيوك ويدمروك وما يخلوك تستمر، ولكن ما تضادش. طير علي وركز على الهدف ديالك ودير في بالك كل ما عليتي الغربان كيطيحوا بوحدهم واحد بواحد. المعنى ولا عجبتك القصه ما تنساش دير لك لايك وبارطاجي الفيديو مع الناس اللي عزاز بحالك اللي كيعانيو من نفس الشيء، وما تنساش ديروا متابعه واشتراك باش ديما توصل بالجديد. معكم اللطيف، السلام عليكم.